أعزائي المشاهدين، برحب بيكم في الحلقة 73. النهارده هتكلم معاكم عن فين في الإنجيل المسيح قال نصوم، نسبح، ننذر، نتشفع، نعيد للعذراء. وقبل ما نبدأ في الحلقة بتاعتنا عايزك كده تقول يا رب عرفني الحق زي ما هو عندك، فهمني يا رب كلامك في الإنجيل إيه هو بالظبط. كل ما أسأل حد أرثوذكسي، والسؤال ده على فكرة علشان بس يكون موجه مش للأرثوذكس بس، للأرثوذكس والبروتستانت. كل ما أسأل حد أرثوذكسي فين في الإنجيل المسيح قال نصوم للعذراء، نسبح، نمجد، يعمل إزاي؟ العذراء قالت منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. حلو، حلو إن أنت رديت عليها من الإنجيل، بس افهم بقى اللي أنت قلته ده والآية اللي أنت جبتها دي. منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، يعني زي ما حضرتك مثلا تروح مشوار أو في حتة حلوة أو جبت عربية جميلة أو رايح في حتة تسكن فيها حلوة، فبقى قاعد أنا والناس بقول يا بخته ده سكن في حتة حلوة، يا بخته ده جاب عربية جميلة، يا بخته ده حصل له حاجة كويسة. هي دي تطويب، لأن في آية بتقول طوبى للرجل الذي غفر اسمه. فالكنيسة الأرثوذكسية عندها اختلاط في الأمور بين التسبيح للعذراء وبين التطويب. التسبيح ده عبادة، مفيش آية في الإنجيل بتقول نسبح العذراء أو نمجدها أو نمدح فيها في ترنيمة، مفيش. وأنا أتحدى الجميع وريني فين في الإنجيل الكلام ده. يرجع تاني يعمل لي إزاي؟ بس مش كل حاجة مكتوبة في الإنجيل. لما أرد عليه بقول له الآية دي أو أوضحها له، مش كل حاجة مكتوبة في الإنجيل. لا، ده المسيح قال في رؤية يوحنا 22 إن كل اللي هيزود على الكلام ده ربنا هيزود عليه الضربات، وكل اللي يحذف الله يحذف اسمه من سفر الحياة. طب إيه الحل؟ إيه الحل في القصة دي بقى؟ القصة دي نرجع للإنجيل. فين في الإنجيل المسيح أو العذراء أو الرسل صاموا أو قالوا صوموا الصيام ده، صيام العذراء؟ فين في الإنجيل قال نقدم لها ندر أو نتشفع بيها أو نعيد ليها أو نسبح أو نرتل لها؟ عزيزي المشاهد، ما فيش في الإنجيل الكلام ده. حتى الرسل اللي هم أولى أن يكتبوا الكلام ده ويعملوه ما تعملش. هم مقصرين ولا نسيوا ولا ده احنا فاهمينه غلط؟ بص يا عزيزي المشاهد، عشان في عجالة كده هقولها لك، الصيام ده عبادة. افتح كده معايا متى 6:18: واما انت فمتى صمت فادهن راسك واغسل وجهك لكي تظهر للناس صائما، بل لكي لا تظهر للناس انك صائما، بل لابيك الذي في الخفاء، فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. انت لما تيجي تصوم بتصوم لابوك الذي في الخفاء. فالصيام عباده، ولما تصوم للعذراء انت كده بتعبد العذراء. اسمع كده مكتوب: اذهب يا شيطان ومكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. اسمع كده كمان، الترنيم والترتيل والمديح في ترنيمة للعذراء عبادة. اسمع كده: رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنموا للرب يا كل الأرض. مزمور 98:1. لما تيجي حضرتك ترنم أو تسبح أو تمدح العذراء أنت كده بتعبدها، بتخليها الرب. والعذراء قالت كده: أنا آمة الرب، يعني هي عبدة الرب. تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، ان ربنا خلصها من خطاياها. اسمع كده عزيزي المشاهد كمان، الندر. لما تيجي تقدم ندر لازم تقدمه للرب، لان الندر عباده. اسمع كده هوت: او في نذور للرب مقابل كل شعبه. مزمور 116:14. لما تقدم ندر للرب، العذراء لو عندك هي الرب قدم لها الندر. الشفاعه عباده. لما تشفع بالعذراء وتطلع تتفزلك في شفاعه توسليه وفي شفاعه كفاريه، مفيش الكلام ده في الانجيل. عيب الكلام اللي انت بتقوله. فين الرسل اللي اتشفعوا بالعذراء؟ المفروض الرسل، المسيح هو على الصليب قال ليوحنا هذه امك، يعني اعتني بيها. ما قالش ليه بقى يوحنا هذه امك وتشفع بيها؟ تيجي تتكلم لواحد عن الشفاعه يقول لك ايه؟ العذراء اتشفعت في عرس قانا الجليل. اي واحد عايش مع المسيح كان بيطلب من المسيح حاجه كان المسيح بيديها له. فين في الانجيل المسيح قال كده؟ ده حتى العذراء في عرس قانا الجليل قالت لهم اسمعوا وافعلوا كل ما يقول لكم. هو مش انا، هو. اسمع يا عزيزي المشاهد الحته اللي جايه ديت وركز فيها قوي: الحق الحق اقول لكم ان كل ما طلبتم من الاب باسمي يعطيكم. ده يوحنا 16:23. لكن الكنيسه الارثوذكسيه عملت ايه؟ الحق الحق اقول لكم ان كل ما طلبتم من الاب باسم العذراء يعطيكم. مفيش الكلام ده في الانجيل خالص.
لازم تركز في الانجيل. في آية في الانجيل تقول كل مطلوب من الآب باسم العذراء يعطيكم؟ انتوا كده بتنكروا المسيح قدام الآب. لما تروح تقول للآب يا رب احنا بنطلب منك بشفاعة العذراء، الآب يقول له تعرف الناس دي؟ يقول له لا ما اعرفهمش. ينكركم الابن قدام الآب والملائكة لأنكم أنكرتوه، لأنكم حرفتوا في كلمة ربنا وشلتوا الآية دي. اسمع الآية تاني، هقولها لك تاني. الحق الحق، المسيح بيقول الحقيقة الحقيقة أقول لكم أن كل ما طلبتم من الآب باسم المسيح، باسمي، يعطيكم. معلش باسم العذراء ولا اسم حد غيره. يوحنا، إنجيل يوحنا صح 16 عدد 23. العيد عبادة. لما تيجي تعيد للعذراء انت كده بتعبد العذراء. اذهب يا شيطان ما مكتوب للرب لك تسجد ولا تعبد. اسمع كده اهوت، تعيدون عيدا للرب، لوين 23 41. للاسف الشديد انا هسأل السؤال تاني، فين يا كنيسة أرثوذكسية، يا شعب الكنيسة الأرثوذكسية، في الإنجيل نصوم للعذراء، نسبح للعذراء أو نمجدها أو نمدحها في ترنيمة، نقدم ندر للعذراء، نتشفع بالعذراء، نعيد للعذراء؟ الكلام ده لو مش مكتوب هنا يبقى كلامكم كله كذب. ليه؟ بولس قال كده لو بشرناكم احنا او ملاك بغير ما بشرناكم بيه ليكن عندكم اناثيما، مرفوض. فين يا جماعه في الانجيل؟ فين؟ حتى انت بتكذبوا كذبه ومصدقينها. العذراء صعد جسدها حي للسماء واتدفنت وجعلته حتى من السماء تربه. ازاي يا جماعه؟ لما العذراء صعدت حيه واتدفنت فوق في السماء ما كتبش ليه في الانجيل؟ ولا هو مكتوب منذ الاجيال جميع الاجيال تطوبني؟ ولا هو مكتوب في ارسقنا الجليل بس ان العذراء راحت قالت للمسيح يعمل معجزه، يعمل لهم بارك لهم في الميه حول لهم خمره؟ بس كده هو ده اللي انتوا عارفينه في الكتاب المقدس كله؟ ردوا من الانجيل قبل فوات الاوان. وانت يا بروستانتي اللي عارف ان ما ينفعش نصوم للعذراء، ما ينفعش نسبح للعذراء، ما ينفعش نسجد للعذراء، ما ينفعش نرتل لها، نقدم لها ندر، نشفع بيها، نعيد ليها، انت ازاي قابل على نفسك وساكت وسايب الناس عندك بتهلك بالمنظر ده؟ ازاي بتسمح لنفسك ان اهلك قرايبك اصحابك يعملوا الزنا الروحي دوت وانت واقف ساكت؟ اصلا انا خايف على مشاعرهم. ان كنت ارضي الناس لم اكن بعد عبدا ليسوع المسيح. الناس اللي عمالك تنشر ايات وعمالك تتكلم وفرحانه وسكتم بكتم وسايبه اللي بيحصل، عيب عليكم. عيب بقى اتكسف على دمك. عيب. انت لو بتحب الارثوذكس بجد هتقول لهم عيب، انتوا هتموتوا، هتروحوا النار، حرام عليكم اللي بتعملوه ده زنا روحي. الصيام للعذراء، الترنيم للعذراء، الندر، الشفاعه، العيد، كل ده عباده وزنا روحي. عيب، توبوا، لان مش مكتوب في الانجيل وتقول لهم الايات في الانجيل. ساكت ليه؟ ما بتتكلمش ليه؟ ما بتصرخش ليه؟ انت لو بتحبهم مش هتسيبهم. انت شايفني ماشي في شارع وبتحبني وهقع في حفره هتسيبني؟ يبقى انت كده بتحبني، انت كده بتكرهني. المسيح قال لبطرس أتحبني؟ ارعى خرافي. تحب ربنا؟ ارعى خرافي. بتحب اخوك الارثوذكسي؟ قول له الحقيقه. غير كده انت ما بتحبش حد. غير كده انت ما بتقولش الحقيقه. الحق الحق اسلكوا بالتدقيق. اذهبوا وبشروا العالم كله بايه؟ بالانجيل ولا بالطبطبه؟ بالانجيل، كلمه ربنا. عيب عليكم يا بروستانت يا اللي سايبين الناس تهلك. دم الناس دي هيطلب من ايديكم. عزيزي المشاهد يا ارثوذكس، ربنا مديك عقل، اقعد قدام ربنا قول له يا رب عرفني الحق زي ما هو عندك. وانت يا عزيزي البروستانت قول له يا رب سامحني ان انا ما قلتش لاخويا الارثوذكس على الاخطاء اللي عنده، وخفت لحسن يزعل مني، ولا خفت لحسن اخسره. خفت. سامحني يا رب، لان الخائفين خارجا الخائفون. والناس اللي بتقول احنا اتكلمنا قبل كده في الكلام ده، خلاص بقى احنا زهقنا، احنا خلاص عملنا اللي علينا، وفي فيديوهات موجودة وفي كلام موجود على النت كتير. لآخر نفس انده واصرخ بالحق. اسكتش، اصرخ وقول للناس الحقيقة. وانت يا ارثوذكس تعالى النهارده قول يا رب لما تعرف الحقيقة ديت، قول له يا رب سامحني ان انا كنت بصوم للعذراء بعبدها،
بقدم لها ندر، تسبيح، شفاعة، عيد أنا آسف سامحني يا رب إن عملت كل الكلام والأخطاء والزنا الروحي ده، بتوب وبرجع ليك. وأنت يا بروتستانت توب وارجع للمسيح وقول الحق زي ما هو المسيح ما عايزه. أتحدى الجميع لو طلعت آية واحدة من الإنجيل، نصوم للعذراء، نسبح للعذراء، ننذر، نتشفع، نعيد للعذراء، مفيش، لأن ده كل ده عبادة. إذا بقى شيطان إنه مكتوب لرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. سلام.